دكتور، أولا كيف تقيم ما حدث اليوم؟ هل بالفعل تربطه بهذه السلسلة من الأحداث التي تشهدها مصر الآن من حوادث السطو والخطف وقطع الطرق؟ الحقيقة يعني احنا طبعا بقالنا 37 سنة، انا بقالي 37 سنة بحرض على الثورة واعتقلنا 5 مرات، واحنا سياسيين محترفين وعارفين حجم خطورة الثاني ايه. انا من حوالي 4 اشهر بعت للمشير وبعت للطريق سامي عنان، رحت قابلت مساعد رئيس المخابرات العامة وقلت لهم في مؤامرة، في يد خفية وفي قوة خفية جمعت كل قيادات الحزب الوطني في سجن الثرى عشان يعملوا اجتماعات يومية وينسقوا مع كل رجالهم اللي في الخارج، وهم مكونين من جناحين: جناح سياسي جمال مبارك وعلاء مبارك واحمد عز وزكريا عزمي وفتحي سرور، ومعاهم اكثر من مئات المليارات، وهم حياة او موت بالنسبة لهم، لو ما خرجوش هيموتوا في السجن بفلوسهم. الجناح العسكري صفوت الشريف رجل الاستخبارات وحبيب العدلي وحسن عبد الرحمن والشاعر و5 من كبار مساعدين ما زالوا يتحكموا في الداخلية ولا سلطة لوزير الداخلية عليهم، وهم بالنسبة لهم ايضا اذا ما كانش يضربوا الثورة ب3 حاجات هيموتوا في السجون، وعارفين ان بالنسبة لهم حياة وموت، لازم يضربوا الثورة ولا حل لهم الا هذا. انشغلوا الثوريين والاخوان والسلفيين في تقسيم المقاعد ونسيوا ان اعداء الثورة من منتهى القوة ولديهم المال.